موضوع استفزني كثير. هذه ماري ريغف اللي هي وزيرة الاتصالات الإسرائيلية يعني أصبحت متحدثة باسم المغرب هيك. يعني صحيح هي من أبوين يهود مغربيين، لكن يعني في استفزاز غير عادي. وهي هذه إنسانة كارهة جدا لكل شيء اسمه عربي ولكل شيء اسمه مسلم، وعندها تاريخ حافل في هذا الإطار. يعني عنصرية غير عادية. ماري ريغف بتقول لك انه والله احنا انه دولة اسرائيل تدرس حاليا اللي هو الاعتراف بمغربية الصحراء. يعني طب ايش بدكم من المغرب؟ يعني هلكتوها المغرب. يعني طب ليش ما اعترفتوا؟ ما انتوا وقعتوا اتفاق ابراهام مع المغرب بضغط من ترامب وكوشنر عام 2020، صار لكم 3 سنوات، ليش ما اعترفتوش؟ لانكم كذابين بتكذبوا، لانكم انتم تخدعوا الشعوب، لانكم انتم بتلوحوا بالاعتراف وبتاخذوا اللي بدكم اياه وتورطوا البلد اللي وقعت اتفاقات سلام معاكم وبعدين بتنسحبوا. ولا ابدا. يعني وين طيب اللوبي اليهودي اللي كان او الصهيوني اللي كان مفروض يخدم المغرب في الكونغرس؟ ايش عمل للمغرب؟ ايش عملتم انتم للمغرب غير انه تزرعوا الفتن بين اللي هو الشعب المغربي ووحدة الوطنية للشعب المغربي بين عرب وامازيغ؟ ايش اللي قدمتوه؟ ايش الاسلحه اللي قدمتوها؟ كلها اسلحه خرده اصلا. ايش يعني اللي هو القبب الحديديه؟ طب ما فشلت. اذا حماس فشلتها، الجهاد الاسلامي فشلها، واخر الحرب الاخيره في غزه كل يعني اكثر من 80% من الصواريخ وصلت الى اهدافها. كمان حتى يعني هذه مقلاع داوود كمان ثبت فشله. انتم بتضحكوا على العالم حقيقه. وورطوا المغرب في اللي هو بيجاسوس، هذا الجهاز التجسس، ورطوها مع فرنسا، ورطوها مع الجزائر، ورطوها مع يعني فتنه غير عاديه. بس شغالين على الفتنه، وولعتوا الفتنه بين الجزائر والمغرب. يعني على الاقل ما كانش في يعني تعاون كبير، بس على الاقل في نوع من السلام، نوع من التعايش، وكانت الامور جيده. يعني هذه مساله مهمه جدا. كمان انه قرانا في الصحف، صحف عربيه وصحف عالميه، بانه في اجتماع انعقد في تل ابيب يضم رؤساء مخابرات الجزائر، رؤساء مخابرات اللي هو فرنسا واسرائيل، وفرنسا واسرائيل والمغرب. طيب 3 دول تجتمع لزعزعة استقرار شمال افريقيا او الاتحاد المغاربي، تونس والجزائر على وجه التحديد. طب ليش بتآمروا؟ ليش تتآمروا على الجزائر وعلى اللي هو تونس؟ ليش؟ لانه هاي الدول ما طبعت. طب حرين هم، بدهم مش يطبعوا. يعني بالقوة، هي بالتخريب التطبيع بده يصير. فيعني أمر مستفز بشكل غير عادي حقيقة. يعني هي بدأت المسألة بترامب وكوشنر، أقنعوا المغرب مقابل إيش؟ مقابل اللي هو تويتة على تويتر إنه والله إحنا بنعترف بمغربية الصحراء. وين راح الاعتراف هذا؟ وين القنصلية الأمريكية اللي قالوا بدهم يقيموها في اللي هي مدينة الداخلة في الجنوب، المغرب في الجنوب؟ مين اللي حكى؟ او في الصحراء مين وينها راحت هاي؟ هؤلاء بيخدعوا، هؤلاء بدهم يعملوا ازمه حقيقه بين الدول العربية. بدهم يسقطوا اللي هو رئاسه المغرب العربي او المغرب الإسلامي للجنة القدس. بدهم يقطعوا كل الصلات بين المغرب وبين اللي هو الأمة العربية. إيش عملوا المليون اليهودي للمغرب؟ إيش عملوا؟ ما شيء على الإطلاق. طب مارسوا ضغوط على حكومتهم عشان الاعتراف بمغربية الصحراء زي ما بتدعوا؟ ما أبدا، لم يحصل هذا على الإطلاق. بدهم كل شيء، ياخذوا كل شيء. هاي الفلسطينيين وقعوا اتفاق اوسلو من 20 سنة. ايش استفادوا الفلسطينيين؟ اطلاقا. اسرائيل لم تعطيهم ولا شيء، اذلال ومهانة. وشفتوا كمان المجازر اللي بتصير. بان امريكا الحليف ديال المغرب. امريكا هي اللي في 2020، امريكا ديال دونالد ترامب، اللي اتفاقية ابراهام باش درنا التطبيع مع اسرائيل. إسرائيل إلى يومنا هذا لم تعترف بمغربية الصحراء، مع العلم أن إسرائيل جل المسؤولين اللي كاينين في الهرم ديال القيادة ديال إسرائيل عندهم أصول مغربية. علاش؟ شو واقع؟ علاش إسرائيل لم تعترف بمغربية الصحراء؟ أنا حيرني هذا الأمر هذا.
فين غادي نجيكم هو في الاتصال الهاتفي ديال بلينكن مع بوريطة مؤخرا هاد الايام اللي فاتوا. هو اتصلوا قالوا دواو على سوريا، دواو على القمه اللي كاينه دابا في السعوديه، تكلموا على بزاف ديال الامور، ومن بعد صدر واحد البيان ديال الخارجيه الامريكيه، واحد البيان اللي كيوضع الضبابيه في الموقف الامريكي بخصوص ملف الصحراء. اولا اللي كيبان ولا اللي كيبين بان كاين تراجع ديال الاداره الامريكيه بخصوص ملف الصحراء. كتعرفوا في 2020 دونالد ترامب ومشى حتى كيقول الصحراء مغربيه، ومشاو حتى غادي يحلوا قنصليه في الداخله، ونزل السفير وهذا وهيلالا وكيقلبوا على الارض وغيبداو يبنيو. تراجعوا في هادشي كامل. المناورات العسكريه اسد الافريقي كانت غتشمل اقاليم الجنوبيه، حبسوها ما كتشملش تما. دونك كاين شي حوايج اللي ما مفهوميش، ولكن البيان شنو جا فيه واسمعوا مزيان. وعلاش كنقول التواصل من المفروض الناطق الرسمي باسم الخارجيه المغربيه يخرج ويدوي ويتكلم، والصحافه وعلاش سيدي قال هادشي وكيفاش. وهذا كيقول اكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحده الامريكيه الكامل للمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده فيما يكثف عمليات الامم المتحده بشان الصحراء الغربيه، بغية التوصل إلى حل سياسي دائم وكريم لشعب الصحراء الغربية والمنطقة. قول لي هذا راه ماشي جزائر، راه باين بحال شي بيان ديال الجزائر اللي صادره. كيفاش الخارجية الأمريكية تتكلم عن شعب الصحراء؟ وأتحدى مرة أخرى أمريكا تحدد لي من هو شعب الصحراء، غير تحدوا، احنا ما قلنا والو، تعطينا غير المقومات ديالو، شكون هو تعطي لنا. والله لا حداته وما يقدروش. وهذا هاد الكلمه اللي تزاد شعب الصحراء الغربيه، وهذا استفزاز للمغرب. انا كنسميه استفزاز للمغرب، والمغرب ما دواش.